يا رب، جئتك مسكينا مشفقا خائفا، أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك، وجرأتها على ما حذرت منه أحبابك. مولاي، من سواك لمن قال رب ارجعون، وغرتهم حياتهم وفرطوا في أعمارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى نعمل أكلة جميلة سهلة وبسيطة، وهي الفراخ الستريبس الجميلة المقرمشة، وبطريقة سهلة جدا مش هتاخد معاكي وقت خالص. أول حاجة هنجيب نص كيلو صدور فراخ ونقطعها شرايح بالطول نفس السمك كده، والتوابل توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم، بهارات فراخ، فلفل اسمر، ملح، سكر. طبعا من كل حاجة معلقة ما عدا الكركم والبابريكا والسكر والملح نص معلقة. هكتب لكم كل المقادير علشان ما تنسوش حاجة. انا هنا ضفت كل التوابل اللي قلت لكم عليها مع بعض في طبق كده، وبدأت ان انا ادوبهم مع بعض. ومعانا علبة زبادي كبيرة، هنجيب علبة الزبادي وهنضيف عليها نص التوابل اللي انا قلت لكم عليها، وهبدأ ان انا اخلطهم مع بعض كويس، وهضيف عليهم نص كوباية مية، لان طبعا الخليط كان تقيل شوية معايا، فقلت ان انا افكه بشوية مية. التتبيلة دي جميلة جدا وبتدي طعم جميل جدا للستريبس الفراخ، نفس بتاعة كنتاكي واحلى كمان، وحاجة مضمونة وانتي بتعمليها بايدك لولادك. طبعا دوبت كل المكونات مع بعض، وهضيف عليها الفراخ وهسيبها تتبل براحتها. تاني حاجة هنعملها اللي هو الكفر بقى بتاع الفراخ، عبارة عن كوباية دقيق، معلقتين فيجيتار، وباقي التوابل اللي انا عملتها في الاول. انا قسمتها نصين، النص الاولاني على الخليط الاولاني، وهنا ده النص التاني. وضفت معلقة نشا على الدقيق، معلقة النشا طبعا عشان تزود معايا القرمشة. دوبت كل المكونات دي مع بعض، وهسيبهم شوية لحد ما الفراخ تشرب من التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها. وهنعمل بقى حاجة جميلة كده مع الفراخ، مكرونة المحمرة. المكرونة المحمرة بطريقة سهلة بسيطة. اول حاجة هنجيب معلقة سمنة كبيرة، وهنضيف عليها المكرونة اللي هي الصغيرة خالص، وهنبدأ ان احنا نقلب فيها كل شوية. طبعا طعم السمنة بيفرق كتير عن طعم الزيت في المكرونة دي، بيخليها بتبقى طعمها اجمل وريحتها احلى. جربيها وقولي لي رأيك. هفضل اقلب فيها لحد ما تاخد معايا اللون الفاتح اللي انتوا شايفينه بالظبط كده، وهضيف عليها المية، يا دوبك المية تغطيها مش اكتر من كده علشان ما تبقاش معجنة معايا. وهضيف عليها التوابل، عبارة عن نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة كمون، مكعب مرق، والملح. هدوب كل المكونات مع بعض وهغطيها واسيبها لحد ما تغلي. اول ما تغلي معايا كده بالظبط زي الرز، هبدأ ان انا اوطي عليها علشان تستوي براحتها. وهنا بقى جبت الفراخ، طبعا هي خدت وقتها في التتبيل، وجبت الكفر اللي احنا عملناه سوا. هبدأ ان انا اضيف الدقيق ده في حاجة واسعة شوية عشان اخد راحتي وانا بقلب الفراخ. هطلع كده الفراخ طبعا من الخليط اللي احنا عملناه، وهبدأ ان انا اضيفها على الدقيق. هغلف كل قطعة من الفراخ كده بالدقيق زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اعفرها بالدقيق وهقلب فيها كده علشان خاطر تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو الزجزاج بتاع القرمشة بتاع الفراخ. طبعا لو انت حابة تحمريها على كده جميلة جدا. لو عايزة تزودي القرمشة شوية، طبعا هترجعها تاني في نفس الخليط وهتحطيها في الدقيق اللي احنا عملناه زي ما انتوا شايفين بالظبط. هجرب معاكم واحدة تانية. بعد ما حطيتها اول مرة في الدقيق، هرجعها تاني في الخليط وهضيفها للدقيق تاني علشان ازود القرمشة بتاعتها، والكفر بتاعها يكون اتقل. وهبدأ ان انا اقلبها كويس كده بالدقيق، اغلفها لحد ما تديني الشكل ده، طبعا عشان يبقى شكلها حلو معايا بنفس ما بنجيبها من بره.
هنا الزيت بتاعي سخن، وهبدأ ان انا اضيف قطعة قطعة. التتبيلة جميلة قوي، والفراخ هتبقى مقرمشة وجميلة زي ما ولادك بيحبوا ياكلوها من بره. ضفت كل الفراخ على حسب ما يتشيل طبعا معاكي الطاسة، وهتسيبيها لحد ما تتحمر معاكي من اول جنب. هنا اتحمرت معايا، هبدأ اقلبها على الجنب التاني. لونها جميل جدا، والقرمشة بتاعتها جميلة جدا. هسيبها لحد ما تاخد اللون المناسب، انت وراحتك، حابة تخليها فاتحة انت وراحتك، تغمقيها برضو على حسب ذوقك. وهنا خدت اللون الجميل ده، هبدأ ان انا اصفيها كويس من الزيت، وهخلص كل الكمية وهرجع لكم تاني. وهنا بقى هنشوف المكرونة استوت، بقت مفلفلة وجميلة ولونها حلو وطعمها اجمل. وهنا بوريكي صوت القرمشة جميل جدا، ولونها وطعمها اجمل، وان شاء الله تعجبكم كلكم. واكلة سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت، وان شاء الله تجربيها وتقولي لي رأيك. وطبعا ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل شبابي إذا قضيته في طاعتك، وما أعظم المشيب إذا شاب في محبتك، وما أروع الآخرة إذا قبلتني في جنتك. مولاي، إن كان دنا مني الأجل فاقبل مني يسير العمل، فلا غنى لي عن بركتك.